الإرهاب اللي ما بده سوريا تعيش، المجرمين اللي ما بدهم يصير سلام وأمان واستقرار بسوريا، التفجير الإرهابي المجرم الجبان اللي صار بكنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة بريف دمشق، واللي راح ضحيته عشرات الجرحى والضحايا، ما كان استهداف لمكان بس، كان استهداف لنا كلياتنا، كان استهداف لوحدتنا، كان استهداف لكرامتنا، لأنه اللي فجر ما بده سوريا تعيش بسلام وأمان، ما بده أولادنا يعيشوا بسلام وأمان، اللي فجر بده تضل حالة الفوضى، حالة الإجرام، اللي فجر ما بده تصير سوريا جديدة بعيدة عن الطائفية، نعيش فيها كلياتنا بسلام وأمان واستقرار. تعازينا الحارة لأهالي الضحايا، لذوي الضحايا، أمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، دعواتنا بالسلام والأمان والاستقرار لبلدنا اللي منحبه لسوريا، دعواتنا بأنه تبقى سوريا أقوى من الطائفية، أقوى من كل المجرمين اللي عم يحاولوا يزرعوا فتيل فتنة طائفية، أقوى من الإرهاب اللي عم يقتل ويوجع ويجرح. تحدينا الإرهاب، كل أنواع الإرهاب اللي بتخطر على بالكم، الأسدي والداعشي على مدى 14 سنة، وهلأ رح نرجع نتحداهم وننتصر عليهم. سوريا رح تكون أقوى من الإرهاب، وسوريا رح تكون أقوى من الطائفية وقت منكون إيد وحدة. تعازينا من جديد لذوي الضحايا، أمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ودعواتنا بالسلام والاستقرار والأمان لسوريا.